مش قادرين تحبوا بعض زي الأول وتكملوا زي بدايات الحب اللي كانت بينكم، والكل كان بيقول عليكم إن انتوا قد إيه هتكونوا علاقة ناجحة وبتحبوا بعض جدا. الفكرة يا صديقي إن معظم الناس اللي بتكون في علاقة بيقعوا في خطأ كبير جدا، وهو إنهم بيعدوا المشاكل الصغيرة ويقولوا يا عم دي حاجات بسيطة مش هتفرق، هزعل منها شوية وإيه مش لازم أعمل عليها حوار أو أتكلم فيها. غلط، ده بيفضل موجود جواك وتفضل مخزنه، ومع الوقت والتراكمات بيبدأ يأثر عليك وعلى علاقتك. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا انتوا اتنين مرتبطين او مخطوبين او متجوزين، مثلا هو ضايقك في موقف معين، موقف بسيط جدا انت شايفاه حاجة تافهة، بس هي أثرت فيكي، فبدل ما تكتميها جواكي وتقولي لا انا هعديها وما اتكلمش فيها، فمرة في مرة النقط الصغيرة دي بتكبر، فساعتها ما بتبقاش قادر تتقبله، بتحس ان انت قفلت من الشخص ده خالص حتى لو كنت بتحبه جدا. العلاقة عاملة شبه الورقة البيضاء، كل خطأ فيها كأنه نقطة سودة بتتحط فيها، لو انت تجاهلت النقطة دي على بساطتها مع الوقت نقطة ورا نقطة ورا نقطة الصفحة كلها بدل ما كانت بيضاء هتبقى سودة، وتوصلوا لمرحلة ان انتوا مش طايقين بعض نهائي. فالحل هنا مش ان انت تعمل مشكلة وتعمل حوار كبير، لا، ان انت تتناقش. لما تحصل مشكلة اتكلم، اتناقشوا فيها بالراحة، انت مش مثلا بتهاجمه فهو يدافع نفسه، لا، احنا بنتكلم ليه المشكلة دي وصلنا لها، نحاول نحلها وهي بسيطة بدل ما تكبر. في مقولة هقولها لك واسمعها، هي ما تستناش النار تمسك في البيت علشان تبدأ تطفيها. اول لما تلاقي شعلة مشكلة صغيرة ابدأ اتكلم فيها، تناقش، احتويها، افهمها واحدة واحدة. العلاقة كده بتبقى صحية وبتبقى احسن، بتفضلوا ماشيين بين علاقة نقية بيضة ما فيهاش اي شوائب. فعلشان تقدر تكمل علاقة ناجحة يبقى لازم الحاجات الصغيرة دي تتكلموا فيها وتتناقشوا وتتفاهموا فيها. ده كان ببساطة سؤال لأحد المتابعين لينا. لو انت عندك اي سؤال ممكن تسيبهولنا في الكومنتس او تبعتهولنا على رسائل الصفحة. انا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين، فلو انت حابب تطور من نفسك وعلاقاتك يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.